هاي الورشة. شكله هذا الشتر كهربائي. بسم الله. بسم الله على بركة الله، ما شاء الله تبارك الله. هاي الورشة يبقى علينا ساعة ننظمها ونخططها، نشوف كيف بنشتغل فيها. صغيرة المسافة هون، وربنا نلاقي صعوبة بتخطيطها. بنساوي مكتب هون إن شاء الله ومستودع. والله المكان بيحتاج نظافة رقم واحد، بعدين تخطيط، نشوف نحسب الكميات اللي بنحتاجها مشان نقدر نساوي الميزان أو الغرفة أو المكتب مستودع، ونرتب المكان، نبدأ فيه خطوة خطوة. وصلت السيارة، اجوا الشباب هون. خلينا ننزل الأغراض في المكان هذا. خلينا أهم شيء الأغراض تظل متجمعة بمكان واحد عشان إحنا ما ننعثى كلها بكل الأماكن. فأول شيء بننظف المكان تحتهن وبننزل هذا في حديد وفي معدات وفي أغراض. يلا يا صدام حسين، حط إصبعك هيك مثل مستر بن يسوها. يلا أهم شيء يسأل الخطوة الأولى أخذ المقاسات بالكامل. 15 وكم؟ 17 و80. نقلة ثانية كمان بضاعة جبناها اليوم حتى بينزلوها ونبدأ بمرحلة شغل جديدة إن شاء الله. المعدات القديمة كليات يعملوا لي إياها لون إما أزرق أو أخضر، ألوان صناعية. شوف دهنوها رشوها كلياتها. هاي المعدات حتى هون عندنا الطاولة عملوا لها سنفرة وأعطوها وجه لون من فوق. طبعا ما بصير الشيء تندهن هاي للعمل. هون بس سنفرة بتنسنفر بالصاروخ. الآن بدنا نشتغل بالكهرباء. أعتقد هاي نظامها 220، ما هي 2 فاز حتى يطلع 220، يعني ما هو 110 نظام 220. شغلنا الكهرباء. الآن بدأوا قص. هاي ماكينة اللحام صارت جاهزة. حطوا الحديد هون والأمور طيبة. واستعجبنا الحديد الثقيل، البيمات أو مثل ما بسموها الكاميرات. فما شاء الله الشغل ماشي إن شاء الله كم يوم ومنخلص المكتب والمستودع إن شاء الله. هذا القائم الأول، الثاني، وهذا الثالث، والرابع راح يكون هنا. هاي وصلنا لمرحلة هسه بدنا نعمل العوارض هاي اللي هون، أو نسميها الفرشة، العوارض اللي بتكون موجودة بالمنطقة هاي. لسه متبقي هنا الأعمدة، أعمدة الدعم 2 المنطقة هاي لأن المسافة كبيرة. احنا ما عملناهم بالوسط 100%، خلينا المكتب لأنه خفيف خلينا أكبر شوي، وتحتيه بده يكون فيه الليزر، فالواحد لازم يحسب حساب كل شيء. هاي الأدراج اليوم بدأنا فيها، يعني في كمية كبيرة. هون أدراج، هون أدراج، هون خزانة، وهون حط لها لوح خشب. هذا ستاند الشيتات، وهون بتكون الخزاين. هاي الأدراج شغالين فيها، هاي آخر حبة. في هناك 2 جاهزات نعطيهن لون، بلطعت لونها حلو، لأنها لونها أخضر. احنا
حاليا شغالين على الجريندر الثابت. عملنا ستاند هون فوق المنطقة هاي عشان التيوبات بسهولة نحطها على الصاروخ هذا ونقص. هون هذا رف نحمل عليه اغراض مستودع يعني. شايفين هاي الستاندات كل الشتات ركبناها هون، 3 ملي لحال، الملي وربع لحال. هاي الطاولات اللي عملناها بالاخير، هاي الرفوف هون مستودع هذا. بدأنا اليوم بالنقل. شايفين ما شاء الله هاي اغراض الورشة القديمة، بس صاروا يحطوا بشكل عشوائي هسه الشباب بس عشان توسع، هذا المكان عندنا ضيق. ما شاء الله تبارك الله. هاي عشان نعلق عليها هون المفاتيح والمفكات كليات الوشر، كل نوع صار لحاله. هذول هسه بلاقي لهم حل، هسه بتشوفوا شو حلهن. هون حلهن الهواية هاي، وضع الورشة بعد النقل. يعني نقلنا جزء كبير منها هون، الطاولات والأشياء هاي، تبقي المقطورات خلاص. هاي الأغراض، هذا سكراب بعنا السكراب كلياته. هسه وصلنا لأصعب مرحلة، سكينة ماكينة الليزر ونحملها على السطح. جبنا سكينة كبيرة فوركليفت. رجع السيارة وينزل هاي هون عليها. ارجع بس خلصت هاي المهمة. حملنا فوقيها تبعت المقطورة هاي اللي كنا بدنا نسويها ميني كرفان، وصلت. نشوف هسه كيف بدنا ندخلها جوا. جبنا سكينة ثانية عشان هسه بتنزل تحت الماكينة وندفها على جوا. هاي الماكينة فكت مكانها، جبنا سكينة ما شاء الله ما قصروا. شوف كم واحد طلع فوق عشان التوازن، لأنه هنا الوزن ثقيل فكفرات الخلفية ارتفعت. هذا وضع الورشة حاليا. جينا الصباح اليوم عسى تكون آخر يوم إلنا إن شاء الله. حمل المقطورات اليوم على جوا لهون شوي. انتبهوا لا يضربن ببعضهن. بحيهم الشباب تنتين سوا. والله كويس وسعتهم السطحة. خلصنا فضيات الورشة. هذا اللي وقع. خلصنا تقريبا، الورشة فاضية وداعا ذكرياتنا. هاي الشباب ورا حملوا. خلصنا والله ذكريات عمل هون كانت طحن شغل. خلصنا. سنة هاي سنة البدايات، كل شيء بدايات جديدة على صعيد الشخصي، يعني العمل كذا كل شيء في تغيير. سبحان الله تغيير كثير السنة هاي. هذيك لدينا هاي تبعنا، هاي تبعت الأغراض. رجعنا على الورشة ما شاء الله لقينا مواصلات، الرجال منزلهم. باقي عندنا لدينا، ننزل لدينا مليانات اغراض. هذول عبيناها اغراض، يعني اسم انه واصلات خلينا نعبيهن اغراض. شايفين هاي اليوم الصباح بعد ما وصلت كل بضاعة الورشة. طبعا الورشة القديمة بدأنا الآن بالترتيب. هو التحدي كان الورشة الكبيرة تنحط بورشة صغيرة، مستودع واغراض ومعدات والامور هاي كلياتها. فحاليا عملية الترتيب كيف بدها توسع.
توسع ان شاء الله. صباح الخير، يوم عمل جديد. الشباب بيطلعوا المقطورات طبعا لانه المكان عندنا هون يعني هو بيوسع المقطورات بس بصير ضيق علينا شوي، فبنطلعها من برا، احنا بنعمل لها مباركن. المهم ابديت جديد سريع. شوف وين حطينا التخزين، هاي كل الشاصيات بعد المقطورات، هاي المحاور. شايفين الطاولات كيف صار اخر شيء شكلها؟ هذا ستاند للشيتات طاجات. هذا المكان للتيوبات وقص الحديد. فوق عندنا المكاتب ان شاء الله. كيف غير شكلها صح؟ صار شكلها افضل من اول بكثير. شو اول كانت فاضية ما كانش فيها شيء. احنا جينا على الورشة هاي وهي فاضية صفر، ما كان فيها اي شيء. الطلوع راح يكون من هون بكون ساوي. عملوا له وزنية صح. والله كويس، هاي المنطقة تابعة لنا للورشة. شوفوا هذا على اساس اني اصممه، هذا كرفان او بسموه ميني كرفان صغير. بدأنا بتصميمه ونزلت اجازة وقتها، ولسه نقلنا جديد هسه لهون وننتظر. هون وين صرنا؟ نشوف وين صرنا فوق نستكمل الشغل حتى تجهز الورشة بالكامل ان شاء الله. صرنا بمرحلة فرش الخشب. ماكينة الليزر. هذا الكمبيوتر حطيناه هون. خلصنا الأرضية، لسه الخشب لسه باقي. الحمد لله بدأنا عمل بالورشة. نقلنا شوية أغراض هون، اساس انه مستودع. هذا هون بده يصير المكتب. هذا الدرج هون صار في عندنا طاولة مستودعات. صار عندنا هون كمان معدات رياضية. طبعا احنا بدأنا شغل، وهذا احدى الأعمال اللي احنا نشتغلها. هذا هود عملاق اللي هو حقة الشفط مطاعم، بس عملاق يعني. شوفوا اللي بوقت اني واني بمشي هون شايفين ما شاء الله كبير. طبعا هون المكتب لسه باقي الواجهة والسقف والامور هاي، يعني على قدام ان شاء الله بنشتغلها. لكن هون ضبطنا، حطينا كل اغراضنا. هاي المحاور شوف لوين واصلة. هاي الادراج، خزاين حطينا لها مسكات، كله صناعتنا. يعني شوف مثلا هذا، شوفي هون باقي عندنا المقطورات. خلصنا تقريبا الورشة الحمد لله. باقي عندنا شغلات بسيطة بالمكتب ننهيها ان شاء الله بالفترة الجاية. نشوفكم ان شاء الله بفيديو ثاني ان شاء الله عن قريب. شو بتحبوا الفيديو يكون؟ اسوي لكم عن المقطورة هاي مثلا.